نقول بسم الله. تحياتي لكم يا جماعة. سريعا، بقالي كام يوم أو فترة يعني حلوة شوية عمال أفكر هو إزاي الواحد يبقى مكمل في حاجة، وإيه الحافز أصلا اللي بيخليك تكمل فيها. حلم وحاجة أنت عايز تحققها، ولكن ممكن تكون حاجة أنت مش شايف ليها رد فعل أو نتيجة ملموسة في ساعتها، ولكن بتقول أكمل فيها. ولكن مؤخرا بفضل الله سبحانه وتعالى اكتشفت السبب الرئيسي اللي هو الدافع، وهقدمه لكم هدية كده فور فري از جيفت بدون أي مقابل، لأن احنا بنخسر حاجات كتير أحيانا في حياتنا، شغل، مجهود، حاجات بدنية، صحة، يعني حاجات كتيرة ممكن تكون غصب عننا. فلما نعمل ده بإرادتنا ونسلمها لله ونعمل خير ونرميه البحر بلا أدنى مردود، أو ما ننتظرش مقابل ليه، سبحانك يا ربي، عوض ربنا فوق كل شيء، يفوق الخيال تماما. وهو ده اللي أنا عايز أقوله، إن إحنا لو عملنا حاجة بدافع إن إحنا عايزين مقابل ليها وما لقيناش، هنيأس ونستسلم ونقول ده مفيش منها نتيجة، أيا كان بقى المردود، مادي، معنوي، بأي شكل كان. الكلمة ممكن تعمل حاجة ومنتظر اللي قدامك يقول لك شكرا، منتظر اللي قدامك يديك مقابل عليها، منتظر. لو ما لقيتش ده مش هتكمل، لأن أنت هتقول خلاص أنا بعملها الهدف، والهدف ده ما وصلتلوش ومش هكمل فيها. ولكن لو عملناها بدافع شخصي أو داخلي نابع من يعني شيء أو بذرة كويسة لله، فاحنا بنعملها بسلامة نية وطيب خاطر، وزي ما تيجي. اللي حابب يعمل نصيحة بتقولها مثلا، عايز ياخد بيها أهلا وسهلا، اللي ما خدش بيها هو حر، يمكن يكون عنده بديل، يمكن يكون ليه وجهة نظر تانية، هو شايف حاجة أنا مش شايفها أو العكس، ولكن أنا بقولها في المطلق. حد استفاد منها وقال لي كلمة حلوة أو اداني حافز، أتمنى ده وشيء يسعدني. ولكن لو ما حصلش خلاص، يعني أنا كده أصلا مش منتظر ده، ومش ده الوقود اللي بيحفزني، لأن أنا بعمل حاجة لهدف أسمى من الحاجات دي، ونسلمها لله، نكسب ونقول يا رب شكرا لكم.